الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحب بحضراتكم في مقدمة عن كورس مراحل المعماري. في الفيديو ده أنا حابب أوضح كل الأمور الخاصة بالكورس للي يحب إن شاء الله يشارك معانا وينضم لأعضاء كورس مراحل المعماري. كورس مراحل المعماري هو كورس بيضم مجموعة من البرامج المعمارية، 6 برامج، لذلك تقدر تقول هو دبلومة معمارية متكاملة بنلم فيها كل المهارات اللي ممكن يحتاجها المعماري، سواء exterior أو interior، سواء 3D أو 2D، سواء animation أو render set. المراحل اللي عندنا حتى الآن هم 6 مراحل، وبيتم حاليا التحضير للمرحلة رقم 7 لشرح الجراس هوبر على الراينو وربطه بالريفت المعماري لاستخدام الألجوريثم في عمل الموديلنج. طبعا دي محاضرة مهمة جدا أو مرحلة مهمة جدا، لأن الكلام ده هو ده بقى اللي بيدرس بره الجراس هوبر في كليات العمارة. فهنبتدي نشوف الكلام ده، وده هيكون أول كورس بالعربي، الجراس هوبر وتطبيقات على مباني. هنبتدي نشوف ممكن ازاي نعملها بالجراس هوبر، وازاي نفكر على الجراس هوبر ان احنا نوصل لأي فورم احنا عايزين. أما الآن فاحنا شرحنا 6 مراحل تم الانتهاء منهم ومتاح المشاركة فيهم في أي وقت. المرحلة الأولى دي بتضم شرح الريفت المعماري في 40 فيديو، وبعد كده بناخد في نفس المرحلة تطبيق على الشرح البيزك اللي احنا قلناه، فبنبتدي ناخد ورشة عمل على مشروع كلاسيك في 9 فيديوهات. لو حضرتك بدأت تضغط على ستيب 1 أو ضغطت على الPDF دي، هيبتدي يدون معاك PDF فيها محتويات المرحلة، وهنا هيبتدي ينقلك على لينك ميديا فاير في كل روابط المرحلة. لو دوسنا هنا هيعمل داونلود زي ما قلنا PDF، أنا مدونها سابقا هنا اللي هي ستيب 1. بمجرد ما حضرتك هتفتحها هتلاقي موضوع الدرس ايه ورابط تحميل الدرس قدامها. مجرد ما حضرتك تضغط على أي واحد فيهم هيبتدي ينقلك على رابط ميديا فاير على طول تحمل منه، أو هنا انت كده هتبتدي تفتح الفولدر كامل، لكن شوية هو بياخد وقت لأن النت ممكن ضعيف شوية. طبعا دي الموضوعات اللي احنا بنبتدي نشرحها اهو، عشان خاطر تبقى انت برضو الأمور واضحة قدامك هتاخد ايه في الكلام. ورشة العمل الروابط بتاعتها حاجة بالشكل. طبعا تقدر تطلع على الكلام ده، هتلاقي ان احنا ضامنين كل الأمور اللي ممكن انت محتاجها، من انيميشن، من ريندر، من ماتيريال، من حصر، من تيك اوف، من النورس بتاع المشروع والنورس الحقيقي، ازاي تصدر الاوتوكاد، ازاي تبتدي تعمل سم ستادي، ازاي تستخدم الفزاري، ازاي تعمل ورك سيت علشان مجموعة من الناس تشتغل مع بعضها، ديزاين اوبشنز حاجة جميلة جدا في الريفت برضو، السيلينج، الرامب، السلالم، الموديل انجليز طبعا والحاجات اللي فيها. وبعد ما تشرح الكلام ده هتبتدي تدخل تطبق على المنظور اللي بنقول عليه هنا منظور كلاسيك. دي المرحلة الأولى. تمام. بعد كده المرحلة التانية عندنا برضو لو حضرتك ضغطت هنا كده هيبتدي ينقلك المفروض على الفولدر على ميديا فاير على طول، فيه كل الروابط تكون قدامك تبتدي تحملهم، أو تبتدي برضو تحمل هنا PDF. لو ضغطنا هنا هيبتدي يقول لنا إن ممكن يعمل داونلود، لكن أنا عامل داونلود سابقا. هنبتدي نيجي هنا ونفتح ستيب 2 ونبتدي نشوف إيه الموضوعات اللي بنهتم بيها. في ستيب 2 بنبتدي نهتم بالمناظير الخارجية، فبنبتدي أول حاجة نراجع على أوامر تهمني جدا في الموديلنج في الريفت، فبراجع مع الناس براجع معاها الأمور دي كويس، وابتدي أتكلم في بعض الفاميلي الأدفانسد اللي تفيدك جدا في الموديلنج للمشاريع بتاعتك. ونبتدي نعمل مجموعة مشاريع. المشاريع دي متوفرة أو موجودة برضو لو حضرتك ضغطت هنا على الممبر وركس هيبتدي يفتح معانا هنا حاجتين. الكلام ده هنا بعض أعمال الأعضاء عندنا، وهنا المشاريع اللي احنا هنبتدي نشرحها. خلينا أول نبص على المشاريع. لو ضغطت كده هيبتدي ينقلك على الصفحة بتاعتنا على الفيس اللي هي ستيبس كورس.
ودي المناظير اللي هنبتدي نشرحها. طبعا ده هيتعمل موديلنج على الريفت ازاي. هنبتدي نشرح الكلام ده ازاي بقى، تبتدي تجيب الكلام ده جوه الماكس كمان وترمي له خامات وتبتدي تعمل ريندر بحيث ان انت توصل لبرودكت في النهايه بالشكل ده. ده طبعا المشاريع، ده المشروع الاول، واللي فات ده المشروع الثاني اللي هنبتدي نشرحه في المرحله الثانيه. والمشروع الثالث بالنسبه لنا اللي هو ده، والسين بتاعته التانية اللي هي دي. طبعا انا عامل تدرج في المستوى في الشرح. المنظور كل مادة ببتدي ان انا اخليه اتقل شوية. اللي طبعا بيقدر يعمل المناظير دي خلاص بيقدر يعمل اي حاجة هو عايزها في الريفت كفلل ومشاريع زي كده. وطبعا في الماس برضو بنبتدي نشرح مهارات مختلفة تمكن الناس تعمل كتل يعني مش منتظمة. استكمال النمذجة في الدروس طبعا ما باخدوش كله مرة واحدة، بتاخده على مراحل عشان تطبق ورايا الكلام ده. طبعا بزودك بفايلات الاوتوكاد الكلام ده اللي بنبتدي نرفع منها المناظير والواجهات بتاعتنا. بنبتدي نعمل اللاندسكيب طبعا على الريفت، بعد كده نبتدي نودي الماكس نرمي خامات ونستخدم البلوكات بتاعت الماكس ونرندر هناك على الفيديو. بنسطب مجموعة من البلجنز على الماكس بنبتدي نستخدمها مجموعة كبيرة. بنبتدي نستخدم برضو البلزر روف علشان الأسقف المايلة والأرميد. بنشرح الخامات على الفيري ومصادرها المختلفة بتيجي ازاي جاهزة. بنبتدي نكسي المشروع بالخامات، بنبتدي نشرح الانرابنج برضو للخامات يعني فيها أكتر من اتجاه. بنبتدي نشوف الايتو سوفت وير والريل كلون ممكن نستفيد منهم ازاي في مشاريعنا برضو. الإضاءة النهارية للمشروع فيو اكستريم طبعا برنامج لاندسكيب بنبتدي نشرحه برضو على الماكس وكيفية الدمج بينهم. بنبتدي في المشروع الثاني بنبتدي ناخده لآخره برضو، بنبتدي نشرح مثلا كريزي بامب، مالتي سكاتر علشان النجيلة تطلع بشكل واقعي، الفلور جنريتور، كيفية الإضاءة باستخدام ال HDRI. طبعا هنا خدناها فيري صم. بنبتدي ناخد مهارة تانية في المشروع اللي بعده، ازاي نعمل اكس ريف لتخفيف حجم الفايل، ازاي نتعامل مع البروكسي، ازاي تعمل بلان 3D، ازاي تبتدي تستخدم سكريبت خاص بالسلالم وتفرش الكلام ده على الماكس، وازاي تعمل ريندر للكلام ده، ازاي تعمل قطاع في الريفت وتصدره برضو في الماكس وتفرشه. طبعا دي كلها مهارات جميلة غير ان انت تعمل منظور فقط. بعد كده بنبدأ في المشروع اللي بعده نستكمل النمذجة، نبتدي نشرح الديرتي ماب علشان تعمل افكت المباني القديمة. ممكن لو جيت كده هنا دخلت هنا هتلاقي ده تطبيق اهو احد زميلات المشاركين، ده تطبيقها على الافكت الديرتي ان انا اعمل المبنى بتاعي على انه قديم. فده افكت جميل جدا برضو لو انت حابب تطبقه على المبنى بتاعك. بنبتدي نشرح حاجة زي كده ممكن تتم ازاي. غير كده الإضاءة الليلية على الماكس بتتم ازاي. بعد كده ممكن نرندر ازاي على الانديجو، ده برضو برنامج تقدر ترندر عليه موديل الريفت. بنشرح الخامات عليه برضو. بنشرح ازاي نعمل ووك ثرو داخلي وخارجي للعميل على الريفت نفسه. بناخد بعد كده مشروع طور على الماس علشان خاطر ابتدي اشغل الناس في الماس برضو. ازاي نعمل ماتشنج الموديل جوه صورة باستخدام الماكس. برضه بلجن بيمكنك انك تستخدم الريندر اليمنت لعمل البوست برودكشن مع اكتر من كاميرا. البلجن الخاص بالار بي سي، ازاي تعمل تأثير واير لاين على المبنى، ازاي تعمل تأثير الامطار على الارض. تأثير الامطار على الارض ممكن نبتدي نبص عليه هنا. اللي هو المفروض مقصود بيه ان انت لو عندك امطار مثلا في سين فيبتدي الامطار دي تبان معاك على الارض كده بالشكل ده. طبعا ده برضه افكت مهم جدا بنبتدي نشرحه ك يعني اظهار خارجي للمشروع. بعد كده دي طبعا ملحقات الدروس، ودي الموضوعات بتاعة المرحلة التانية. 3 مناظير مع مجموعة من البلجنز والسكريبتات في الماكس مع مجموعة إضافات أخرى زي الانديجو زي حاجات الفوتوشوب والكلام ده كله. بعد كده المرحلة التالتة، خلينا كده نقفل دول. المرحلة التالتة لو فتحنا المحتوى بتاعها هي مقسمة. طبعا دي من المراحل اللي أنا رافعها على شكل أجزاء، يعني مش كل درس مرفوع لرابط، لا أنت نزل دول كلهم عندك جمعهم في فولدر واحد يبقى اسم كل واحد زي هنا بالظبط ما يكونش فيه إضافات. لو عندك أي إضافة أو أي تغير في أي اسم واحد فيهم لازم تبتدي تخليه زي ده تمام، وتبتدي تفكهم هيبتدي يديلك بقى المرحلة التالتة كلها. طبعا المرحلة التالتة من أكبر المراحل لأنها بتضم مواضيع مختلفة. أول جزء هو جزء النمذجة في الماكس نفسه. نبتدي ناخد الإيديت بولي، الإيديت سبلاين،
مجموعة من الموديفاير برضو اللي بتبتدي تمكنك انك تعمل مشروع كامل موديلنج. طبعا احنا بنعمل موديلنج ريفت، لكن هنا عشان خاطر برضو لو الناس تعرضت لان هي تحب تعدل حاجات يكون معاها مهارات مختلفة في التعديل، بنعمل مشروع كامل برضو باستخدام الأوامر اللي خدناها هنا. بنبتدي نعمل ادفانسد بروجكت على الماكس كموديلنج. بعد كده بناخد انتيريور على الماكس، بنبتدي نجيب مشاريع ونحلل كيفية الإضاءة فيها بتتم ازاي. بنبتدي احنا نحط الخامات بتاعتنا، بنبتدي نشرح بلجن زي الالستريت عشان ترندر للاوتوكاد على طول، تحول الرندر بتاعك لاوتوكاد بدل ما تقعد ترسم الكلام بتاعك في تنفيذية الانتيريور. ازاي ترفع طبعا الفراغ بتاعك من الكاد او من الريفت، ازاي تبتدي تعمل نمذجة للمشروع، بنبتدي نشرحها واحدة واحدة. طبعا المشاريع اللي احنا بنبتدي نشرحها في الانتيريور، خلينا نبتدي نقلب كده. طبعا دي حاجات اكستريور، طبعا دي الفيلا اللي هي بتاعت المرحلة الأولى، انت هتاخدها تطبق الأوامر بتاعتك اللي انت خدتها في البيزك، هنعمل بيها الفيلا دي وهنبتدي نتعلم نعملها ازاي. طبعا ده برضه تطبيق، ده الانتيريور بقى اللي احنا هنشرحه من أوله لآخره خالص. هنبتدي نشوف الموديلنج يتم ازاي على الماكس باستخدام برضه الأوامر اللي احنا شرحناها في الموديلنج على الماكس بالشكل ده. طبعا دي بعض حاجات تانية، ده برضه الكلام ده في الانتيريور برضه هناخده ازاي نبتدي نعمل إضاءة للسين بالشكل ده، ازاي نعمل إضاءة ليلية في المرحلة التانية، حاجة زي كده مشروحة في المرحلة التانية. المشروع التالت ده المشروع التاني الانتيريور اللي هناخده برضه موديلنج من أوله لآخره، نشوف برضه الأمور دي ممكن تتم ازاي، البلوكات نتعامل معاها ازاي، الأرضيات، الأمور دي كلها. طبعا ده حاجات بقى خاصة بالفوتوشوب هتبقى عندنا في المرحلة الرابعة. أما حاليا خلينا نستكمل هنا. خلاص ده جزء الانتيريور. هنبتدي برضو ناخد في الانتيريور البوست برودكشن باستخدام البي اس دي مانجر، وطبعا ده بلجن مستقل بيساعدك في انك تعمل بوست برودكشن بشكل كويس. الموتيفا كولومبيو لتغيير الخامات بتاعة الموديل بدون ما تعيد الريندر تاني. بعد كده جزء لوميون، طبعا ده كان لوميون 5 ايام ما كنا بنشرح، ده كان لوميون 5. طبعا نزل دلوقتي لوميون 6 واتشرح في المرحلة السادسة، لكن لوميون 5 شرحناه بكل الامور اللي فيه، وعملنا مشروع الى النهايه خالص لحد تركيب الموسيقى عليه. بعد كده جزء الانيميشن باستخدام السينكرو. طبعا انا بسمي المرحله الثالثه مرحله الانتيريور والانيميشن. طبعا الانتيريور لان فيها طبعا الجزء الخاص بالانتيريور هنا، والانيميشن بيتم على اكتر من برنامج. برنامج اللوميون ده هو البرنامج انيميشن، ثم برنامج السينكرو برو. السينكرو برو هو برنامج في الاصل يعني برنامج نقدر نقول عليه زي او منافس للنافيز وركس، متخصص في الكوردينيشن، متخصص في ربط الموديل بجدول زمني بإدارة المشاريع وهكذا. لكن احنا تعرفنا عليه لان طبعا هو ما كانلوش اي شرح خالص بالعربي. انا حتى رفعت اول 3 فيديوهات من الشرح هنا على اليوتيوب علشان الناس لو تحب انها ترجع له او تعمل عنه بحث او حاجة تقدر تلاقي معلومات عنه. الجزء الخاص بالسينكرو برو انا بنستخدمه علشان خاطر اعمل انيميشن لمراحل بناء الموديل بناء على جدول زمني. ميزة السينكرو برو ان هو مربوط بالماكس بشكل كويس، لذلك حبيت ان انا يعني ابتدي افتح الكلام فيه، وفي نفس الوقت نبتدي نشوف كيفية الربط مع الماكس العمل الرندر بتاعه ممكن يمشي ازاي. بعد كده انيميشن على الماكس، دي مجموعة سكريبتات وبلجنز بنبتدي نشرحها تمهيدا لان احنا نعمل مشروع كامل على الماكس. وطبعا خلاص بالفعل عملناه في المرحلة السادسة زي ما هنوضح دلوقتي. هنا مجموعة من البلجنز أو السكريبتات في الماكس بدأت أشرحها لك إزاي تعمل أنيميشن لشجرة، كرافت دايركتور للسيارات، الحاجات الدريم سكيب برضو للمية، إزاي تحرك الكاميرا باستخدام الكاميرا ثرو. الجوست تاون طبعا ده بلجن مهم بنبتدي نشرحه عشان إزاي نعمل مدينة نحط فيها المبنى بتاعنا، إزاي نعمل الطرق بتاعة المدينة بأكتر من طريقة، عندي طرق متداخلة. طبعا الكلام ده كله مقدمات علشان خاطر نبتدي نعمل مشروع كامل على الماكس. بعد كده هنبتدي ندخل على المرحلة الرابعة. المرحلة الرابعة لو جينا كده هنا وقلنا له هات لنا الهوم وبدأنا ننزل المرحلة الرابعة، ممكن نفتح طبعا من هنا الميديا فاير، ممكن نقول له نزل لنا البي دي اف دي. نعمل اوبن فولدر. لو فتحنا كده هنا بنبتدي نشرح الفوتوشوب بكل التطبيقات المعمارية اللي ممكن تحتاجها، ازاي تفرش مساقط، ازاي تبتدي تشتغل في الخامات، برضو ازاي تركب مبنى مكان مبنى، وده فوتو مونتاج مهم جدا
مبنى كويس في صورة، انت هتشيله وتحط المبنى بتاعك مكانه وتستفيد بكل الحاجات اللي حواليه المبنى القديم، بدل ما تضيفها كلها ماكس وترندرها فبتوصل لحاجة كويسة. ازاي تعالج الواجهات باستخدام الفينشنج بوينت، ازاي تفرش المساقط واللاندسكيب، ازاي تحول من رندر نهاري لليلي على الفوتوشوب، شرح الاكشنات، شرح الحاجات الخاصة بالبين تول وتجميع المشاريع طبعا، زائد طبعا الادوات وازاي تشتغل في الدعاية والاعلان كشغل بانرات وكروت شخصية وما شابه. وبرضو الحاجات الخاصة ازاي تعمل برضو الحاجات التعديلات في الصور والميك اب والامور دي كلها هنبتدي برضو نشرحها هنا، وازاي تعمل بوستر لفيلم. بعد كده المرحلة الخامسة الخاصة بالنافيز وركس. لو جينا كده هنا طبعا النافيز وركس شارحين بكل المهارات بتاعته، دي مقدمة عنه، شرح الواجهة بتاعته، ازاي نصدر من ريفت للنافيز وركس، ازاي نبتدي نتحكم في خصائص العناصر اللي موجودة عندي، ازاي نربط بين الريفت والنافيز وركس لو عايزين نعمل ابديت او حاجة، ازاي نعمل انيميشن داخل المشروع، ازاي نبتدي نعمل كوردينيت ما بين الاقسام، نبتدي نشرح الكلاش ديتكشن، ازاي نبني جدول زمني، ازاي نربط المهام بالجدول الزمني، ازاي نعمل الانيميشن ونبتدي ننظره، ازاي نحصر حاجات الريفت جوه النافيز وركس، ازاي نحصر مشروع الريفت في النافيز وركس ونصدره للاكسل، ده في محاضرة تانية بنفس الموضوع. ازاي نحصر ال 2 دي، طبعا في برامج كتير متخصصة في حصر ال 2 دي زي البلو بين وزي البلان سويفت، لكن طبعا النافيز وركس بيحصر 2 دي كمان بشكل كويس وبيضيف له مهارات جميلة جدا مع البي دي اف. وبنبتدي برضو نشرح الكلام ده، وازاي نبتدي نعمل ريندر للمشروع جوه النافيز وركس، يعني تقدر ترندر جوه النافيز وركس بدل ما ترندر جوه الريفت. طبعا دي المرحلة الخامسة. المرحلة الستة طبعا هي مواضيع يعني تحديثية للمرحلة 2. مرحلة 2 احنا عارفين ان هي مهتمة بالاكستيريور، فده تحديث لكل الامور اللي اتشرحت في ستيب 2 بلس عليها ان احنا ضفنا حاجات تانية مهمة. طبعا اتشرح ازاي نبتدي نحول من الاوتوكاد، اقصد من الريفت ل 3 دي بي دي اف، العميل يقدر ان هو يشوف المشروع ويتقلب فيه باستخدام طريقتين، البلو بيم والسيم لاب. انيميشن على الماكس مشروع كامل من اوله لاخره بنبتدي ناخده، ممكن تلاقي سامبل ليه على البيج عندنا هنا، ممكن انا رافع برضو من ضمن التفاصيل اللي هنا. هنا ريندر سريع للمشروع، طبعا ده المشروع بتاعنا. بنبتدي نشوف بقى ممكن ازاي نبتدي نعمل الكلام ده على الماكس، نبتدي ازاي نحرك السيارات على الماكس، ازاي ندخل على الافتر افكت نجمع الصور بتاعتنا دي في فيديو، ازاي نركب موسيقى، ازاي الامور دي كلها. طبعا دي القناة بتاعتي اللي هي كورس المعهد المعماري، تقدروا تدخلوا تشوفوا فيديوهات فور فري برضو موجودة مطروحة للناس من ضمن الموضوعات بتاعة الكورس، يعني مش حاجات سيئة ولا حاجة، تقدروا برضو تستفيدوا منها وتبتدوا برضو تتعرفوا على طريقة الشرح والأمور بتكون ماشية ازاي في الفيديو. تمام. طيب المرحلة السادسة زي ما بنقول اللي هي المفروض هنا الانسكيب ريندر في الريفت. طبعا الانسكيب هو بلجن ريل تايم ريندر برضو بنشرحه، اي ابديت حصل او اي جديد ممكن في مرحله يعني الريندر الخارجي ببتدي بقى هنا اركز عليه اكتر ونضيف مهارات ادفانسد. الاكستيريور لايت بنبتدي نراجع على الاضاءه برضو النهاريه بنبتدي نعملها ازاي والليليه. الجراس باكتر من طريقه، عندك 4 فيديوهات. الاكستيريور لايت عندك طريقتين فيديوهين يعني، عندك هنا 4 طرق ازاي تعمل نجيله بلجنز مختلفه او بطرق مختلفه جوه الميكس. الاي 2 بلجنز كلها يعني الريل كولون والفورست نشرح لهم برضو 3 دروس توضيحا لكل الامور فيهم، لان طبعا دلوقتي اصبح في مهارات جميله جدا باستخدامهم، لان بداوا ان هم يتجهوا للبارامتريك برضو في كل جديد فيه اتشرح برضو. اللوميون مشروع متكامل في اللوميون، طبعا ده فيه برضو سامبل ليه على القناه هنا. لو انت دخلت هنا هتلاقي عندك ده تيست للموضوع، هتبتدي تتعلم ازاي تعمل مشروع متكامل بالشكل ده. طبعا ده شويه له كواليتي، لكن المشروع بتاعك كده السيارات بتتحرك، المدن، الامور دي كلها
بنبتدي نتعلم ازاي بنعملها، ازاي اعمل سيارة بتركن زي السيارة اللي بتتحرك هناك دي، بتبتدي تركن معايا ازاي، احدد لها مسار، وهكذا. مشروع متكامل بتبتدي تاخده تتعلم فيه الموضوع من اوله لاخره. طبعا بلس ان في مهارات تانية جميلة جدا اصبحت متاحة الوقت انك انت تعملها في اللوميون، زي كده مثلا تقدر تعمل انيميشن لمراحل بناء الموديل زي ما بتعمل في النافيز وورك والسينكرو، اصبح متاح ليك هنا في الكلام ده. تقدر تعمل انيميشن لمراحل او هنا لتجميع المشروع كده من اجزاء مختلفة. طبعا الحاجات دي بتبقى حاجات في الدعاية كويسة. ممكن تبتدي برضو تعمل مراحل بناء الموديل خطوة بخطوة، او ايوه مثلا حاجة بالشكل ده، السلابس ثم كده ثم الكيرتن ثم الاستراكشر ثم الاعمدة. تقدر برضو تعمل انيميشن للموضوع بالشكل ده. طبعا ده كبرزنتيشن معماري يكون جميل جدا لو انت بتعمله في الفيديو بتاعك. بعد كده موجود معانا برضو الماتيريال بلجن. طبعا احنا شغالين ببلجن في الماتيريال في الماكس، فده التحديث بتاعه ازاي انا اعمل مكتبة لنفسي فيه. البانوراما ريندر طبعا ده مهم جدا في الماكس، وده للاظهار برضو الخارجي والداخلي براحتك. يعني البانوراما ده طريقة عرض للموديل، ان انت بتدي للراجل ملف فلاش بيبتدي يتقلب بالموديل يشوف كل التفاصيل، بدل ما ترندر له اكتر من صورة، لا انت بتخليه يتعايش جوه الفراغ ويلف في الصورة يشوف كل التفاصيل اللي هو عايزها. طبعا ده الموضوع اتشرح برضه باستفاضة. بارامتريك فاميلي، في مجموعة من الفاميلي بارامتريك الجاهزة بنبتدي نشرح كيفية استخدامها. بوست برودكشن على الفوتوشوب من بعد الريندر الماكس نبتدي نطلع ريندر اليمنت ونشوف الموضوع بيتم ازاي. وده برضو يعني عن قريب كان مرفوع على الجروب عندنا اللي هو جروب كورس ريفيت وماكس ادفانسد. معلش الفيديو ممكن يطول شوية لأن المحتوى كبير جدا، فأنا بعتذر لو الموضوع طول شوية، لكن أنا حابب بس إن أنا أوري للناس. طبعا دي برضو حاجات اتشرحت في الأدابتيف كومبوننت في الريفت، موجودة معانا هنا ضمن المرحلة الأخيرة. ازاي نعمل تاور بالشكل ده، ازاي نبتدي برضو نعمل حاجات اورجانيك ونستخدم فيها بانلز مختلفة مثلا بالشكل ده. نبتدي برضو نشوف ازاي نعمل الكلام ده. عندنا برضو هنا لو نزلنا كده تحت شوية، طبعا ده اعلان الجراس هوبر، ان شاء الله نبتدي نضيف المرحلة السابعة كيفية ربطه مع الريفت. ده شغل بعض الناس هنا. طبعا ده درس برضو مهم في المرحلة برضو ستة، لان طبعا هي دي اخر مرحلة في اخر بوستات موجودة بيها. ازاي تستخدم بلوكات الماكس جوه الريفت، وازاي تبتدي بعد كده تسقط الكلام ده كواجهات اوتوكاد. طبعا ده درس في غاية الأهمية. ده الفي راي بتاع الريفت بيقدر يطلع لنا ريندر ليلي بالشكل ده، وده اتشرح. طبعا دي كل الماتريالات وكل الكلام ده في راي، وشرحنا ازاي نستخدم مكتبات الماكس جوه الفي راي بتاع الريفت. ممكن الناس حاسه ان يعني هو الريفت الفي راي بتاعه لسه بيولد، لكن طبعا انا بدأت أشرح طريقة مهمة جدا ازاي تستخدم مكتبة في راي كاملة جوه الريفت. تقدر تستخدم الخامات بتاعتها بطريقة سهلة جدا، باستخدام طبعا في لينك في النص باستخدام سكتش اب، لكن ان شاء الله يكون مجدي بالنسبة للناس انهم يقدروا يوصلوا لحاجة كده بدون ما يروحوا ماكس. طبعا ده معمول من A to Z على الريفت بس. لو نزلنا بس تحت شوية كده، اللي انا كنت عايز اجيبه لكم هو البوست برودكشن، لان البوست برودكشن ده طبعا هو الاخراج الاحترافي. ان انت ما تكتفيش بس بريندر بتاع الماكس، لا انت بتبتدي تظبط الامور دي اكتر على الفوتوشوب. طبعا ده برضو يعني ازاي تعمل مياه للامطار احنا كنا شرحناه ماكس، هنا انا هشرح لك ازاي تعمله فوتوشوب. لو انت عايز تبتدي تضيفه فوتوشوب، ازاي تدي افكت المطر، ازاي تعمل الكلام ده. طبعا ده لانه اكستيريور برضو فنضم ضمن المرحله دي. هنا بقى البوست برودكشن اهو، المبنى بتاعك بيترندر خارج من الماكس بالشكل ده. لا انا هبتدي اخرجه حاجة تانية خالص باستخدام الفوتوشوب. لو جينا كده هنا ده خلاص ده من الماكس. فوتوشوب ببتدي اضيف عليه الافكتات اللي حضرتك شايفها، بضيف السحب، بضيف ان انا افتح الاضاءة، ببتدي ان انا ااكد على الظل، ااكد على الانعكاسات بشكل اكبر. وبالتالي المبنى بيبتدي يكون حاجة تانية بالنسبة لك بعد ما تعمل له بوست برودكشن. بعد كده
عندنا هنا ريندر باستخدام طبعا السوليد روك والفيري 3. نبتدي نشرح الفيري 3 لوحده، بنبتدي نشوف الاضافات اللي ضافوها ايه. السوليد روك برضو والاعدادات بتاعته. السلوب روف اي تايل بلجن جديد غير الباتزا روف. تاون روت تكتشر بطريقتين لو انت عايز تعمل كلام باستخدام الفوتوشوب، دي طريقة مهمة جدا. الفيري الخاص بالريفت، البلوكات بتاعة الماكس جوه الفيري، الرين افكت فوتوشوب والادوب والادابتيف ريفت كومبوننت والماس اللي قلنا عليه. طبعا بلس مشروعين الانيميشن ماكس ومشروع اللوميون الكاملين. التحديثات دي كلها دي محتويات المراحل اللي عندنا كلها. تمام. متاح لحضرتك المشاركة في أكتر من بلين. المشاركة اللي قلنا له هات لنا أول بلين اللي هي هنا، ده إن أنت تشارك في الكورس ككل. وبيكون متاح لحضرتك زي ما قلنا إن احنا نشحن طبعا هارد عليه كامل الكورس لأي بلد أنت متواجد فيها. لو جينا هنا تاني كده في عندي الفول باكج، هنا عندي البي اي ام كورس. لو ضغطنا كده هيبتدي يقول لي ان انا هبتدي اشرح الحاجات الخاصه بالبي اي ام. وحضرتك هتاخد 3 مراحل: ستيب 1، ستيب 2، ستيب 5 الخاصه بالنيفز وركس. ستيب 1 طبعا ريفت اركتكت بيزك وريفت اركتكت ادفانسد مع الماكس للاخراج، والنيفز وركس لاستكمال باقي ابعاد البي اي ام. بعد كده الخطة التالتة إن أنت تبتدي تشتغل ستيب باي ستيب، إن أنت تاخد أي مرحلة أنت عايزها أو شايفها مناسبة ليك، أو أنت عايز تبتدي تراجع حاجات معينة فمش عايز كله، أنت عايز حاجة واحدة من الموضوع، فهيكون متاح ليك إن أنت تاخد مرحلة واحدة من المراحل. طبعا بمجرد ما حضرتك بتنزل الدرس بيبتدي ينزل لك الدرس بتاع الامتداد 7 زد. بتحمل برنامج بندي زد اللي أنت هتلاقيني أنا قايل عنه هنا على السايت في طريقة التشغيل للكورس. زي ما احنا شايفين اهو، هتبتدي تحمل من البي دي اف او من خلال رابط ميديا فاير. لما تضغط مثلا على ستيب 1 هينقلك اوتوماتيك على الفولدر اللي فيه كل لينكات المرحله الاولى، تقدر تحملهم او تضغط على البي دي اف وتبتدي تعمل اكسس للداونلود باستخدام البي دي اف نفسها، انك تضغط على رابط من جوه. تحمل برنامج باندي زيب من هنا، هتضغط على دي هيبتدي ينقلك من هنا تحمله. هتحذف اي اضافه بيضيفها طبعا برنامج الداونلود زي ما قلنا. ممكن يضيف لك في النهاية شرطة 1 شرطة 2، الأمور دي لازم تشيلها. لو أنت عندك أجزاء لازم يبتدي يشوف الأجزاء بنفس المسمى، وبالتالي الإضافات دي بتعمل مشكلة. الدرس بتاعك هيطلع حاجة بالشكل ده، هيجيلك ملف الامتداد EXE. لما هتيجي تشغله هيديلك رسالة بالشكل ده فيها الرقم ده. الرقم ده أنت هتاخده كده، تعمل عليه سيلكت وتاخده كوبي وتبعتهولي على الفيس. ببتدي أبعت لك الباسورد اللي هو عايزه منك هنا. الباسورد طبعا انت لما بتدخله الفيديو واحد في اي مرحله، المرحله كلها بتكون اتفعلت خلاص. علشان يشتغلوا معاك كويس. طبعا هو يعني فيديو عليه حمايه، لازم تكون عندك برامج الميديا VLC بلاير والكوديك، دي برضو يعني روابط ليهم. الكورس بيدعم كل الانظمه الحاليه 7 و8 من 10. تقدر تطلع على شغل الاعضاء زي ما قلنا من هنا، والمشاريع اللي احنا بنبتدي نشتغلها في فري ليسنز برضو. بلس القناة نجمع لك هنا في ورش مجانية لشرح مثلا هنا ريفيت 2013. لكن طبعا ده كنت لسه أول ما ببتدي يعني أشرح الريفيت، فكانت الأمور كلها مش واضحة قوي لسه بالنسبة لي. فطبعا في برضو بعض الموضوعات ما كناش لسه يعني قلناها باستفاضة، لكن طبعا الكلام ده تعوض كله في المرحلة الأولى بالنسبة لنا في الكورس عندنا على 2015، وشرحنا كل الموضوعات المتعلقة بالريفت عليه. طبعا دي بس ورشتين، يعني حاجات ممكن قديمة شوية لكن ممكن تكون مفيدة للناس تبتدي تفتح الطريق معاها. ورشة انتيريورز كده سريعة، وورشة هنا برضو كورس كامل اكستيريور، وورشة تانية اكستيريور. يعني عندنا ورشة انتيريور واكستيريور، وعندنا كورس ريفت كامل على 2013. إلى حد ما الحاجات دي هتكون مفيدة، بلس الفيديوهات برضو المجانية المرفوعة على اليوتيوب اللي الناس تبتدي تشوف منها نظام الكورس ممكن ماشي ازاي.
الكونتاكتس للتواصل طبعا موجودة هنا عندكم اهي، واي حد حابب يستفسر من اي حاجة ارقام التليفونات يقدر يضيف لي برضه واتس، لاين، ايمو، اي حاجة من دول. الميلاد بتاعتنا، ارقام الحساب، و يعني اي حد يشارك مرحب بيه طبعا في كورس مراحل المعماري، وان شاء الله يلاقي حاجة محترمة قيمة. زي ما انتم شايفين في مهارات كتير جدا، برامج ازاي بتربطها ببعضها، ازاي تبتدي تطلع انيميشن، ازاي تعمل ريندر خارجي، تعمل ريندر داخلي، تشتغل فوتوشوب. كل المهارات اللي انت محتاجها موجودة في كورس المراحل المعماري بتكلفة بسيطة مقارنة بالمحتوى. خلينا نبص كده هنا. لو قلنا جوين اس هينقلك على البيانات اللي هنا، تقدر برضه تتواصل من خلال الفيس معايا. اتمنى تكون الامور وضحت بالنسبة للناس. مش حابب اطول اكتر من كده، واشكركم. سلام عليكم.